الدكتورة كتبت تاريخ وفاته. الممرضة بدأت تغطيه، وبعد 23 دقيقة فتح عينيه وقال جملة واحدة خلت الدكتورة تعيط ساعة كاملة. وانا هقولك الجملة دي ايه، بس لازم تكمل معايا لحد الاخر. انا عايزك دلوقتي تعمل حاجة واحدة بس. مش عايزك تفكر في شغلك او في مشاكلك او في اي حاجة خالص. عايزك بس تتخيل. تخيل انك صحيت من نوم عميق جدا. مش في بيتك، مش في اوضتك، مش على سريرك، مش في اوضه بيضه. انت موجود جوه اوضه فيها ريحه مطهرات واصوات اجهزه حواليك. الدنيا عتمه شويه كده، واول ما بتبص حواليك بتلاقي وجوه ناس لابسين ابيض وبيبصوا فيك. مش بيبصوا فيك بطريقه عاديه، بيبصوا فيك بطريقه الناس اللي شايفه حاجه مش متوقعاها خالص، زي ما كانهم شايفين شبح. وبعد وبعدين بنت صغيرة لابسة سماعة طبية تيجي قريبة منك وبهدوء شديد تسألك: انت تعرف انت فين دلوقتي؟ ده مش فيلم رعب، ده مش حلقة في مسلسل، ده اللي حصل بالظبط زي ما بقولك، مع انسان عادي جدا اسمه مينا، عايش في القاهرة. كان اب وليه ولدين اتنين. والاغرب من كل ده ان مينا في الوقت ده الدكتور كانت بتسأله وكانت عارفة الاجابة، بس هو ما كانش عارف. اللي كان عارفه ان هو في مستشفى، لانه شاف نفسه من فوق وهو جواها. وفي حاجة تانية اغرب بكتير. اول ما فتح عينيه، الجملة اللي قالها جملة واحدة بس خلت الدكتورة تفضل تعيط لمدة ساعة. عشان تفهم القصة كويس لازم الاول تعرف مين هو مينا. مينا رأفت 42 سنة، ساكن في شبرا في القاهرة، متجوز من 16 سنة، عنده ولدين. ولد الأول اسمه مارك عنده 14 سنة، والولد التاني اسمه كرولوس عنده 11 سنة. بيشتغل محاسب في شركة استيراد وتصدير متوسطة. راتبه كويس، مش ممتاز، كافي بس مش زيادة، فاهم قصدي؟ مينا مسيحي قبطي، اتعمد وهو طفل، اتربى في الكنيسة، حفظ صلوات كتيرة وهو صغير. لكن زي ما بيحصل مع كتير مننا، الحياة بدأت تاخده بعيد شوية شوية عن الكنيسة. مش في يوم واحد، ما كانش قراره يعني، بس مع الوقت بشكل بطيء بدأ يبعد تدريجي. الشغل اخده. الاولاد كمان كانوا واخدين جزء كبير من وقته ودايما يعني بيفكر في الايجار، في الفلوس. والكنيسة بقت بيروح على الاعياد الكبيرة بس، عيد الميلاد، عيد القيامة. واحيانا حتى الاعياد مش بيفضل فيها، ساعات بيفضل في البيت يعني ما بيروحش الكنيسة. هو مش كافر يعني، بس هو عشان تعبان مثلا. هو مش بيكره ربنا، بس تعب الحياة والمسؤوليات والضغوطات اليومية. انا هنا مش بحكم على مينا او ببرر له، لاني واثق ان في ناس كتيرة بتتفرج على الفيديو ده وحاسين بنفس الاحساس بالظبط. مينا كان بيحب اهله، كان بيحب اولاده، كان راجل شريف في شغله، وما كانش بيأذي حد. بس العلاقة مع ربنا كانت على الورق بس، كأنه اسمه في البطاقة بس. ده كان مينا قبل يوم التلات. لكن ايه اللي حصل بقى في يوم التلات، يوم 14 مارس؟ كان يوم عادي جدا. مينا صحي الصبح الساعة 6:30 زي كل يوم. عمل شاي، لبس هدومه، بس مراته وهي نايمة، وبص على أولاد لقاهم نايمين. وقبل ما يخرج من الباب قال لنفسه زي ما قال بعدين: لو معايا وقت الأسبوع ده هروح الكنيسة أنا والأولاد. ده كان كلام بيقوله بينه وبين نفسه. ممكن كلمة صغيرة زي أنا قررت أو ناوي أروح هي اللي تخليه تروح بجد، انه يكلم نفسه. بس لما يعني الكلام اللي كان بيقوله ده ما حصلش، او حصل حاجة اغرب خلال الاسبوع دوت خليته ما يروحش. المهم نكمل قصتنا. نزل السلم الساعة 7 تقريبا و10. الجو كان لذيذ. في الشارع قابل جاره اسمه ابو ايهاب، قال له صباح الخير ورد عليه، ومشي ناحية موقف الاتوبيس. المشوار تقريبا كان بياخد منه حوالي 7 دقايق مشي لحد ما يوصل الاتوبيس. في الدقيقة الخامسة بالظبط قبل ما يوصل للموقف بدقيقتين، حس بحاجة في صدره. مش وجع في الأول، هو زي ضغط كده، زي ما حد واضع ايده قصدي على صدرك وبيضغط عليه. وقف وبص حواليه. الضغط بدأ يتحول لألم، الضغط بيزيد.
الألم مش زي أي ألم حسه في حياته، وقبل ما يقدر يعمل أي حاجة، وقبل ما يقدر يصرخ حتى أو يطلب أي مساعدة، وقع. جارته أم سلمى كانت واقفة على البلكونة، شافت مينا وهو بيقع، نزلت جري وراحت زعقت أو صرخت كده بصوت عالي. ابنها بدأ يجي ويصحي الجيران. في خلال دقيقتين تلاتة كان في 6 7 كده واقفين حوالين مينا. واحد اتصل بالإسعاف، وواحد تاني كان بيتكلم معاه. مينا كان مش صاحي، مش بيرد، ما كانش بيتحرك. بعد حوالي 10 دقايق الإسعاف وصلت. المسعفين بدأوا يعملوا الإسعافات الأولية في الشارع. واحد منهم بص للتاني وقال بهدوء: لازم نوصله بسرعة في الأتوبيس. بدأوا إجراءات الإنعاش. القلب كان بيشتغل بس بشكل مش منتظم، هو قلبه موقفش بس في حاجة غلط. المهم وفي نص الطريق للأسف قلبه وقف. الدكتورة نيفين سمير، دكتورة قلب 38 سنة، خريجة قسم الطب بجامعة عين شمس، كانت في الشفت بتاعها في المستشفى. لما دخل مينا على الترولي، بصت في وشه وبصت في الجهاز اللي جابوه معاه من الإسعاف. سألت ايه المدة اللي القلب وقف فيها. قالوا لها من 4 دقايق بس. هي ما عملتش اي حاجة غير ان هي قالت لهم يلا بسرعة. بدأت اجراءات الانعاش من الاول، والصدمة الكهربائية. مرة مفيش حاجة حصلت، مرتين ولا حاجة، 3 ولا حاجة. بيضغطوا على الصدر اكتر، التنفس الصناعي والادوية. الدكتورة نيفين كانت شغالة في جزء صغير من دماغها، كانت عارفة. بعد 23 دقيقة خلاص وقفت، بصت في الجهاز، بصت على الناس اللي حواليها. دي وقفة الوفاة الساعة 8:15، مفيش أي استجابة. الممرضة هي بدأت تغطي مينا. الممرضة كان اسمها هند، والدكتورة نيفين راحت المكتب بتاعها وفتحت الكمبيوتر وبدأت تكتب التقرير. الأوضة كانت هادية، غير صوت الأقلام بتتكتب وأصوات الأجهزة التانية من بره. وفجأة جهاز المراقبة اللي المفروض يكون صامت، اللي هو بيتحط على القلب، بدأ يطلع صوت. الممرضة هند اتجمدت. ايدها اللي كانت ماسكة الغطا وقفت في هدوء. الدكتورة نيفين رفعت راسها من على الكمبيوتر، اللي هو الجهاز اللي كان بيرسم الخط. هو ما بقاش خط مستوي، هو بقى يرجع يتحرك. القلب بدأ يدق تاني. الدكتورة نيفين قامت من مكانها وجرت للسرير. الدقات كانت ضعيفة بس منتظمة. مينا، مينا، انت سامعني؟ وبهدوء شديد جدا جفن عينه اليمين بدأ يتحرك. مينا فتح عينيه بالراحة، بص في السقف، بص في وجوه الناس اللي حواليه، وبدل ما يسأل أنا فين وإيه اللي حصل، شفايفه اتحركت وقال في حد اسمه بطرس هنا. الدكتورة نيفين اتصدمت واتصلبت مكانها. ايه؟ مينا قال لها تاني في حد اسمه بطرس، هو قال لي هيسلم عليا. الدكتورة نيفين بدأت دموعها تنزل، لأن بطرس كان اسم أبوها اللي مات من 6 سنين. بعد ما تعافى مينا وقضى 4 أيام في المستشفى تحت المراقبة، بدأ يحكي القصة من الأول خالص للدكتورة نيفين، بس ما كانش بيحكيها لأي حد تاني. وبعدين حكاها لمراته، وبعدين حكاها لأولاده، وبعدين للأب، أب الاعتراف اللي بيروح له بشكل منتظم. وأنا هحكيها لك دلوقتي بنفس الكلمات اللي قالها مينا. قال مينا إيه: في اللحظة اللي وقعت فيها من على الأرض، حسيت بألم شديد جدا لثانية واحدة بس، وبعدين الألم راح. مش اتخفف، هو راح خالص.
كأنه ما كانش موجود. وبعدها حسيت بإحساس غريب، إحساس إني طايف، مش قاعد ومش واقف، طايف. وبعدين بصيت ولقيت نفسي من فوق، شفت جسمي على الأرض، شفت الناس اللي اتجمعوا حواليا، شفت الست الحتة وهي بتصرخ، جارتنا. حاولت أكلمهم، حاولت أقول لهم أنا هنا، محدش سمعني. وبعدين الإسعاف وصل، وشفت نفسي بتتشال، وحسيت إني اتسحبت معاهم في المستشفى. كنت شايف كل حاجة، شفت الدكتورة، سمعت كل كلمة اتقالت، سمعت لما قالت وقت الوفاة، وما كنتش خايف. ده اللي حيرني بعدين أكتر من أي حاجة، إن ما كنتش فيه أي خوف خالص. في العادة أنا راجل بخاف يعني من أي حاجة، بخاف في المرض، بخاف من الموت، بخاف على أولادي. بس في اللحظة دي ما كنتش خايف خالص. في إحساس كده، عارف إنك في البيت. وبعدين شفت نور، مش زي نور الشمس ومش زي الإضاءة، نور ليه دفى، نور حاسس إنه بيعرفك. وبدأت أمشي ناحيته، مش قررت، هو جسمي أو روحي اللي كنت عليه بدأ يتحرك ناحيته تلقائي، زي المغناطيس ما بيجذبني ليه كده. وفي الطريق شفت ناس كتير بيبصوا فيا وبيبتسموا، مش ناس بيع... كلهم عارفهم، بس في ناس أنا عارفهم. شفت عمتي فايزة اللي ماتت من 10 سنين، كانت بتبص لي وبتبتسم. وما كملتش بعيني وعديت. كل ما أقرب من النور، كل ما الإحساس الدفى ده بيزيد، بيتضاعف كمان مش بيزيد. وصلت لنقطة حسيت إني قدام حاجة مش شايفها بعيني، بس حاسس بيها. وإحساس الحب ده كان أكبر من أي حاجة حسيت بيها في حياتي، أكبر من لما شفت ولادي أول مرة، أكبر من أي لحظة عشتها في حياتي. وفي اللحظة دي وقفت قدام راجل طويل، وشه أبيض، مش قادر أوصف في الوش بالظبط، بس حاسس إنه واحد قريب مني. وقال لي أنا بطرس، مش وقتك لسه، روح وقول للبنت بتاعتي إني كويس، وإني بحبها، وإني مستنيها. وفي الثانية دي بالظبط حسيت بالصدمة وفتحت عيني. الدكتورة نيفين قبلت الدكتورة نيفين بعد ما حكيت لها القصة ديت فكرت كتير. قالت أبويا مات من سرطان البنكرياس، عاش معاه 1.5 سنة. أنا كنت في السنة الأخيرة في الطب، وأبويا كان مريض. الناس اللي كانت بتقولي ربنا بيدي وبياخد، وأنا كنت بقول بس ما كنتش مصدقة، لأن اللي بشوفه كدكتورة بيخليك تبص للموت بطريقة تانية. بتبقى شايفه يوم، بيبقى جزء من شغلك، بيبدأ حسك يتبلد معاه. لما مات بابا عيطت يوم واحد، ورجعت على شغلي، وفي جزء مني حسيت ان انتهى، يعني ان مفيش حاجة، راح وخلاص. لما مينا قال لي في حد اسمه بطرس، انا في الاول ما فهمتش. وبعدين لما قال لي هو قال لي اسلم عليكي، حسيت بحاجة في صدري مش قادر اوصفها، زي حاجة اتفكت. وبدأت اعيط، مش عيطت قدامه، خرجت بره وعيطت لمدة ساعة تقريبا. لأول مرة من لما مات أبويا حسيت إنه مرحش، حسيت إنه في مكان تاني، وإنه عارف إني هنا، وإنه مستنيني. طبعا في ناس دلوقتي بتفكر ده ممكن يكون هلاوس، أو ده ممكن يكون نقص أكسجين للمخ، وممكن يكون حلم. وأنا مش هقولك لأ على أي كلام من اللي أنت بتقوله، لأن الأمانة إن أقولك إن العلماء فعلا بيطرحوا الأسئلة دي. بس خليني أقولك إيه اللي وصلوا له. واحدة من أهم المجلات الطبية في العالم نشرت دراسة في مجلة اسمها لانست في عام 2001. عملوا على 344 مريض عاشوا تجربة الاقتراب من الموت في هولندا.
النتيجة ان 18% من المرضى حكوا عن تجارب واضحة ومفصلة، ومنها ناس وصفوا بدقة حاجات حصلت في غرف العمليات وهم كانوا حالة يعني كلينيكيا على أرض الواقع هم خلاص ميتين. الدكتور المسؤول على الدراسة قال إن التجربة دي مش ممكن تتفسر بنقص الأكسجين للمخ. في أمريكا في قسم بالكامل بيدرس التجارب دي من أكتر من 50 سنة في جامعة فيرجينيا، وعندهم آلاف الحالات الموثقة. مش بقولك إن العلم بيقول إن الجنة موجودة، أنا بقولك إن العلم وصل لنقطة قال فيها في حاجة بنشوفها ومش قادرين نفسرها، وده في حد ذاته كلام كبير جدا. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عندنا في مصر عندها موقف واضح جدا من الموت. الموت مش في التعليم القبطي مش النهاية. البابا شنودة في كتاباته قال إن الموت في المسيحية هو انتقال من حياة مؤقتة إلى حياة أبدية. الأرواح بعد الموت مش بتختفي ومش بتنتهي. القديسون اللي ماتوا لسه موجودين ولسه بيصلوا ولسه بيحبوا اللي سابوهم. ولأن أبوه الدكتور نيفين كان مؤمن ما كانش بعيد عنها، كان في مكان تاني مستنيها. والقصة دي مش بس استثناء في التراث القبطي، في آلاف الحالات عبر التاريخ لناس شافوا أحياء ماتوا وناس عاشوا تجارب قريبة من التجربة اللي أنا حكيتها لك النهاردة. الكنيسة بتقول إن الستارة بين الحياة والموت أرفع مما تتخيل. نكمل قصتنا. مينا خرج من المستشفى بعد 5 أيام. مراته استقبلته في الباب وعيطت. أولاده اتعلقوا فيه. وفي أول ليلة في البيت بعد ما الكل نام، مينا قعد لوحده في الأوضة، والمرة الأولى من سنين طويلة بدأ يصلي. مش صلاة حافظها، مش كلام مكتوب وخلاص، هو اتكلم مع ربنا. قال يا رب أنا شفتك، ما قدرتش أوصل لكن شفتك، وعارف دلوقتي إنك موجود، وعارف دلوقتي إنك شايفني. عمري ما هنساها. التغيير اللي حصل في مينا ما كانش فيلم، مش قصة وخلاص. هو مش قاعد يصوم 40 يوم بدون سبب وخلاص. التغيير اللي حصل خلى الصلاة بتاعته رجعت حياته مش كواجب انه محتاج الكنيسة، ولكن كإيمان. وبعد كل اسبوع بدأ يقعد مع اولاده، مش بس في نفس الأوضة، قاعد معاهم فعلا بيسمعهم ويحكي لهم. مراته قالت مينا اللي رجع مش نفس مينا اللي راح. مش بطريقة وحشة، بطريقة حاجة في عينيه اتغيرت. بيبص في وجوه الناس أكتر، بيصحى الصبح ويضحك، وأحيانا يبص في السقف ويبتسم. ولما بتسأله بتفكر في ايه، يقول بشكر ربنا. أنا عارف إن في سؤال بيجي في دماغك دلوقتي، لو حصل معايا نفس الحاجة أنا كنت هعمل ايه؟ وأنا بسألك سؤال تاني، ليه لازم يحصل لك حاجة زي دي عشان تتغير؟ مين احتاج إن قلبي يقف 23 دقيقة عشان يصحى؟ احنا عندنا فرصة احسن، قلوبنا شغالة وعيوننا مفتوحة ومعانا وقت، وده نعمة. في حاجة في حياتك دلوقتي محتاجة تغيرها؟ حاجة بعدتك عن ربنا؟ شغل، ضغوط، زعل قديم؟ مينا كان عنده نفس الحاجات دي، وربنا استناه، وهو كمان مستنيك. في ناس بتتفرج على الفيديو ده وهم في لحظة صعبة في حياتهم. ممكن حد منكم يمر بمرض، ممكن حد خسر حد قريب منه، ممكن حد حاسس ان ربنا بعيد ومش سامعه. عايزك تعرف حاجة، ابو الدكتورة نيفين ما كانش مع بنته في المستشفى، بس كان موجود. اللي ربنا سمح لمينا انه يعيش هو نفسه. هو شايفك دلوقتي، هو عارف انك تعبت، هو عارف انك محتاجه. القصة دي مش معجزة طبية، القصة دي ان ربنا لما بيجي بطريقته هو، مش دايما بطريقتنا احنا، بس بيجي. مينا رأفت، الراجل اللي وقع في الشارع يوم التلات، الراجل اللي الدكاترة كتبوا تاريخ وفاته والساعة، الراجل اللي كان بعيد عن ربنا من سنين، رجع بجسمه ورجع بروحه. والرسالة اللي جاب معاه مش بس لأبو نيفين، الرسالة دي لينا كلنا، إن الحياة هنا قصيرة، إن الناس اللي بتحبهم مش هيفضلوا موجودين على طول، وإن الوقت اللي عندنا هو الوقت الوحيد عندنا. ومينا دلوقتي بيعيش يوم بيوم مش خايف من الموت، وقال
انا بقيت مش خايف من الموت، مش لان الموت مش موجود، لاني عرفت ان في الناحية التانية في حاجات احلى بكتير. بس ربنا قال لي مش وقتك، وده معناه ان لسه عندي حاجة اعملها هنا، وانا هنا مش هضيع الفرصة دي. وانت كمان عندك حاجة تعملها هنا، ما تضيعهاش. لو الفيديو ده لمسك، شاركه مع حد فعلا محتاجه، ممكن يكون صاحبك، اخوك، او حد تعرفه بيمر بوقت صعب. وفي الكومنتات اكتب لنا هل عندك تجربة مشابهة، او ايه اللي لمسك في القصة دي. احنا بنقرا التعليقات كلها، وما تنساش تشترك في القناة عشان يجيلك القصص التانية. نتقابل القصة الجاية.